ازيكم عاملين ايه طلاب الثانويه العامه حبايبنا الغاليين علينا؟ عاملين ايه؟ طبعا انا عارف انك انت في الوقت ده بتكون محتار ان انا ازاي اذاكر المواد بتاعتي، وانك انت بتدخل تشوف طرق كتير جدا، بتلاقي الطرق دي ممكن تكون مناسبة معاك وفي الغالب بتكون مش مناسبة. تعال اقولك ازاي تتعامل مع المواد بتاعتك وازاي انك انت تعرف تذاكر صح. اول حاجة لازم تكون فاهم ان طريقتي غير طريقتك غير طريقة زميلك، فانت لازم تكون عارف طريقتك ولازم تكتشفها بنفسك. تعال اقول لك على شوية خطوات انك انت ازاي تذاكر المادة وازاي تعرف تشوف نفسك بتذاكر صح ولا لا. يلا نبدأ مع بعض. تعال شوف نفسك انت بتقدر تقعد لقعدة متواصلة قد ايه على الكتاب. تعال شوف انت دلوقتي تقدر تقعد مثلا 45 دقيقة، ساعة، ساعتين. فمش هقدر اقول لك انك انت مثلا تقعد ساعتين او تقعد ساعة، بس تعال اقول لك ايه القعدات اللي بتكون ناجحة بالنسبة للمذاكرة. رقم واحد انك انت تحدد انك انت هتذاكر المادة دي. يعني ما ينفعش انك انت عليك متراكمة فيزياء وكيمياء ورياضة وانجليش تروح جايب كل المواد دي قدامك على المكتب، مش هتطلع باي نتيجة وانت كده بتشتت نفسك اكتر واكتر. طيب اول حاجة اعمل ايه يا مستر؟ انك انت تعمل ايه؟ انك انت تصفي ذهنك وتصفي كل تركيزك على المادة دي وتخلي كل تركيزك على المادة اللي هنذاكرها دي. ولو مثلا ان انا هذاكر كيمياء، يبقى انا اجيب كل الملخصات او اجيب ملخص واحد كمان عشان ما شتتش نفسي. السورس او المصدر اللي انا هذاكر منه اخليه قدامي. تمام كده؟ يبقى انا ابعد عن المشتتات، اخلي المكتب اللي انا هذاكر عليه معلوش غير كتاب واحد بس اللي انا هذاكر منه، وكمان كشكول وقلم، وكمان لو شوية الوان مع القلم بتاعك، قلم اصفر احمر اخضر. الحاجات دي بتساعد في التركيز انك انت تبعد عن المشتتات وانك تقعد فعلا حاجة اسمها جلسة مذاكرة كاملة. طيب ايه افضل الجلسات؟ انا كنت بمشي بطريقة اللي هي 45 دقيقة وربع ساعة، 45 دقيقة وربع ساعة، يعني اقعد ساعة الا ربع اذاكر وربع ساعة اريح دماغي. عايز اقول لك انت وبتريح دماغك اوعى ترجع تمسك التليفون. ليه؟ التليفون بيديني كده نشوة وسعادة وبيخليني ان انا وراجع على المذاكرة حاجة اقل في النشوة والسعادة، فانا هكون راجع مش حابب ان انا اذاكر او ارجع للمذاكرة تاني. يبقى انا باخد الربع ساعة بشرب فيها كوباية شاي، بشرب فيها كوباية قهوة، ان انا بصفي ذهني. يبقى انت لازم تخلي اول حاجة مادة واحدة بس اللي هتركز فيها، تاخد ساعة الا ربع وتاخد ربع ساعة بريك او 10 دقايق بريك وترجع تاني تذاكر. طيب ازاي اعمل الجدول بتاعي؟ ابعد عن موضوع الجداول. انت لازم تحدد لنفسك حاجة يومية هتعملها وما تنامش غير لما تخلصها وتعمل الحاجة دي. يبقى انا ازاي اذاكر يا مستر دلوقتي؟ انك انت لازم تكون محدد مادة واحدة بس، ما تشتتش نفسك، وانك انت تقعد جلسات ساعة الا ربع، ربع ساعة، وما ينفعش في الوقت البريك تتفرج على تلفزيون ولا تمسك التليفون. ليه؟ عشان ده بيعمل لك برضو تشتيت، وفي نفس الوقت الربع ساعة بتبقى تلاقيها ساعتين اتسحلت من الريلز ده للريلز ده والفيديو ده للفيديو ده. وكمان في حاجة علمية انه الدوبامين اللي بيفرز من مسكة التليفون بيكون كتير جدا، اللي هو الاحساس بالسعادة والنشوة. كل الكلام ده مش بتلاقيه في المذاكرة، فطبيعي هتحس المذاكرة تقيلة جدا على قلبك. لا، انت لازم تاخد وقت البريك بتصفي فيه ذهنك، تطلع في البلكونة تشم هوا كده وترجع تاني للمذاكرة بتاعتك. وده قيس عليه كل المواد. بالتوفيق ان شاء الله. يا رب يا رب اشوفكم في الاماكن اللي حبها قلبكم. كان معكم مستر محمد امين. شكرا ليكم.